ازيكم عاملين ايه؟ شكله جميل. مين فطر ايه؟ حد واكل مكرونه بشاميل؟ في واحد ورا، ما تقوليش تق. جماعه انا لما بصحى الصبح دايما جارنا هو اللي بيصحينا، مش انا يعني، مش حد من بيتنا، مش عارف ازاي ده. ما بدخل الحمام لسه مش فايق وعماص وقاعد ولسه هغسل وشي، فجارنا بيقرر هو اللي يصحينا بما ان الشبابيك قريبه من بعض. هو بيعمل بالظبط حاجه واحده بس. بعدين الصوت بيجي تصاعدي، انا بقى مبدئيا العماص سايح خلاص يعني. صوت بيجي تصاعدي، هيخرج قفصه الصدري. انا ببتدي احس ان هو بيخوف الحوض، اللي هو حوض ابن الوسخ. من فتره كده كنت في الحمام، كنت رايح يعني، كنت ايه ده يعني، ايه من فتره على طول بخش حمام، المهم يعني. حصل لي موقف مره، يعني بس لا بتحصلش كتير، الواحد يصحى الصبح يبدا حياته بوقعه، وقعت. والوقعه اللي هي بتبقى في الافلام المخرج بيخلي البطل يفقد الذاكره، لا وقعه يعني. جت ازاي الوقعه؟ انا دخلت الحمام، كنتش فايق برضو كالعاده، اكتشفت ان انا لا خدت اللبس ولا خدت الفوطه ولا معايا طب انا جاي اعمل ايه ده؟ بعد كده قلت طيب انا هدور على اي حاجه كده ايه تسترني، وارجع الاوضه جري اجيب حاجتي، المهم محدش يشوفني. فانا لقيت فوطه مطبخ اللي هي الصغيره دي قاعده في الكورنر في الحمام، صغيره جدا يعني، جبتها لقيتها صغيره ومبلوله، يعني افتكرتها شخه على نفسها يعني. فقلت طب تمام، يعني بدات اداري، فهي ما دارتش غير اللي انا محتاج يتداري، فدارت هنا ودارت هنا، وبقيت ماسكها من هنا. ففجاه بقت في رجل طالعه، فانا حسيت ان انا لورديانا. وبعدين مش هجري كده، ما خلاص بقى انا عايز امسك كده، فلازم اجري بالجنب، فانا رحت الاوضه كده. رحت وبعدين عرفت هناك ان دايما يقول لك ما يقع الا الشاطر، لا الغبي بيقع. لان انا كان في ايدي اخد الفوطه الكبيره وارجع باشا عادي، لكن ليه لميت الحاجه عايز ارجع بسرعه، رحت راجع كده. وانا راجع وقعت، بس كانتش وقعه عاديه، انا وقعت كل اطرافي في حته، نجمه البحر وقعت. في اللحظه دي انا كنت خايف من واحد بس ممكن يشوفني، يعني امي انا ما كنتش فارق معايا عادي، رغم ان الموقف صعب بس تمام، اخواتي عادي. هو ابويا، لان ابويا ردود افعاله غريبه. انا كنت خايف هو يخرج، ابويا هو بيصحى الصبح الفوطه كده بيخرج، انا متاكد كان يقول لي ايه ده لسه مولود ده ولا ايه؟ والله بخاف منه. المهم يعني قضيت يوم صعب كنت بتعالج. آه انا اكتشفت اكتشاف مؤخرا كده ان القهوه اللي انا فاكر ان انا حافظها، اللي انا بقعد عليها دي وكل حاجه فيها ثابته متركوره، ده مش صح. يعني احكي لكم القهوه بعد كده اقول لكم ليه مش صح. القهوه دايما معروفه كده في ترابيزه الاستيميشن، اسمهم رجاله الاستيميشن. دول قاعدين على طول ورق وكوتشينه بتاعه، بيروحوا يصحوا تاني يوم يجوا يكملوا البوله. هم نفس الموضوع. وفي ترابيزه تانية، دول ملوك التحليل. ابراهيم فايق قاعد معاه تامر بدوي واحمد عز، واللي هو اللعيب البوكس تو بوكس رقم 6 اللي فاكرين ان في كاميرا بتصورهم بس محدش شايفهم. وفي ترابيزه الادباء والمفكرين، سجاير بقى وكاسكتات والدنيا. دول اكتر ناس بتبقي عند القهوجي، ما يقدرش يقول لهم حاجه، هو فكر يتكلم معاهم في فلوس، يقول لهم كده فلوس الحساب، يقول يا صديقي انها مجرد اوراق، لا تجعل الراس ماليه تتحكم فيها، خلاص اللي عندك يبقى يزيد يا باشا خلاص. فانا فاكر ان انا حافظ القهوه، والقهوجي نفسه هو مش شخص عادي، يعني هو حاجز نيكست عند بتوع الاستيميشن، هو مع بتوع ملوك التحليل، هو عارف اللعيب البوركينابي اللي بيلعب في بنفيكا وكمان 10 سنين هياخد البالون دور، هو عارف كل حاجه، هو لو في جدول فانتازي هو الاول، هو عارف كل حاجه. مع بتوع الادباء والمفكرين دول، هو مش بيروح ينزل المشاريب كده لا لازم يفتح معاهم مواضيع، يروح يقول لهم العذاب ابدي والكون سرمدي والسكر بره انا معاكم، انا عارف كل حاجه. بس اكتشفت ان كل الراكورات دي مش حقيقيه. ليه؟ لان انا رحت القهوه الصبح في ساعتين عصاري، دول اسمهم ساعتين المعاشات في اي قهوه. جرب تروح كده في اي وقت تلاقي القهوه غريبه جدا، كلها شعر ابيض تحت وفوق، وبعدين كلها قمصان 3/4، والريحه غريبه، ريحه ينسون على كراويه على حلبة، ده مشتل مش قهوه، يعني حد هيطلع بقطفه القطن من جوه. القهواجي اللي انت حافظه ده فجاه بيقلب تراديشنال، يعني بتلاقيه لابس طاقيه وبالليل اسمه حماده، الصبح اسمه حمامه. قهوجي اسم تراديشنال جدا، لابس البتاع اللي هي دي بيحط فيها الفلوس. انت جبت الحاجات دي امتى؟ بعدين لو حد طلب منه اي حاجه حمامه تراديشنال ايوه جاي عندك واحد شاي وصلحه، لسه ليه بتيجي بايظ وبعد كده صلحه ليه؟ وبعدين الترابيزات متغيره، يعني في ترابيزه دي رابطه محبي محمد صلاح، 3 عواجيز قاعدين شايفين الجيل ده ما ترباش ما عدا محمد صلاح. وبعدين في واحد منهم كده اللي هو حاجز حفيده لمكه، لان مش هيلاقي في تربيته ام مكه. بعدين كلنا بنحب محمد صلاح وبنتابع ارقامه، اللي هو بالارقام جاب كام جون،
عمل كام اسيست، خد كام جايزه، احتمال يكسر كام رقم. هم برضو متابعينه بالارقام. بنى كام مسجد في انجلترا، سجد كام سجده بعد الاجوان، طلع شنط في رمضان في رمضان ده ولا لا، ذبح كام عجل في العيد. وفي ترابيزه تانية، دي ترابيزه البودكاست. دول بيبقوا قاعدين 3 عواجيز برضو معاهم الجرايد ورافعين كده في شبشب تحت، بس هو مش معايا، رافعين الجورنان ونضاره 3/4 كده، وفاتحين مسابقه اجمد خبر، مين هيجيب اجمد خبر. وفجاه في واحد بيروح حاطط الجورنان تحت باطه كده، قال يعني الخبر مش جاي من الجورنان ده، في الايربيس عادي. لهم سمعتوا اللي حصل؟ لهم سمعتوا اللي حصل؟ هم كلهم قدام بقى ايه مع بعض كلهم، مخرج موزع الجمله. لهم في واد ضرب المدرس بتاعه في اسكندريه. فواحد بيقول لك خلاص موضوع حلقتنا النهارده الجيل اللي ما ترباش. هم كلهم بقى في سكريبتات اتوزعت والجمل مترتبه، يعني تخلص جملتك اللي بعدها تتكلم له معقوله اللي حصل ده احنا عمرنا ما شفنا كده، الجيل بتاعنا عمره ما عمل كده. فواحد بيجيب بقى النتائج في الاخر يقول لهم انا وانا صغير كنت اشوف المدرس في الشارع، الف من الشارع الناحيه، جربت تروح تسلم عليه؟ مدرس بتاعك تروح تسلم عليه، بعدين افرض رحت الشارع التاني لقيت مدرس بتاع ماده تانية، كلم حد تقول له انا متحاصر من المدرسين عايز اروح. بص على في بقى في ترابيزه كمان، دي ترابيزه الندمانين. لا ثانيه، لحظه واحده، نسيت اهم تفصيله. يعني دايما ام كلثوم شغاله ده كده كده، والتلفزيون عامل حركه غريبه جدا، مشغلين قناه فري تي في مع ام كلثوم وعاملين ميوت، فانت فجاه بيبقى الليل وسماء ونجوم وقمر وليل وسماء ونيكي مناج قاعده بتتورك. انت ايه ده؟ الترابيزه الثالثه بقى دي ترابيزه الندمانين، قاعدين هم دايما قاعدين ما بيعملوش اي حاجه خالص وقاعدين بيستمتعوا بالست يعني حاطين رجلهم في ميه بملح غالبا. فواحد منهم يقول لهم انا اتعرض عليا زمان ارض في مدينه نصر ب3 جنيه، فقول لهم معقوله اشتريتهاش ليه دي؟ يقول لهم ما انا رحت حفله الست، الله عللنا شويه الست يا حمام، ايوه جاي يعلي الست، يلا واحد صلحه. فبجد روحوا شوفوا القهوه العصر. طيب هنرجع لابويا تاني. انا وابويا دايما بنهزر كتير، واديكوا شفتوا نوعيه الافيهات بتاعته. ابويا ساعات بنهزر بس هو بينسى ان انا ابنه، وبينسى ان ما ينفعش الهزار يوصل للمرحله دي، فبنبقى الهزار بقى خلاص يعني كريز الضحك بقى خلاص، وكفك يا بود وهو خلوه ده. مره واحده كده بينسى ان انا ابنه، فاكر ان انا صاحبه، يقول لي يا عم والله العظيم انت ما غريب، ده انا عايز اطلق امك. ايوه يعني انا اكمل هزار واروح اقول لها اعمل ايه طيب؟ بس والله بيهزر لان احنا عيله مترابطه لدرجه تخنق. يعني انا احكي لكم، لو احنا مثلا رايحين فرح بيبقى يوم كل البيت سعيد ما عدا انا. ليه؟ لان احنا بنبدا اليوم، انا البيت عندي فيه 3 بنات، انا عندي كل المقاسات يعني لارج ميديوم عندي ال3، وعندي امي فهم 4، وانا وابويا 2، هم قدنا مرتين. يعني احنا في البيت انا وابويا مش عندنا دولاب، مش عندنا، احنا قاعدين على فسبه 2 والله، مش واخدين اي حقوق. فاحنا بنصحى الصبح، البنات في العادي بتاخد وقت في الحمام، فده فرح يعني في ساعه، يعني 4 ساعات. انا وابويا صحينا لقينا الحمام سولد اوت، امي جايبه جردات وموقفاهم، مفيش حمام النهارده. بعدين ابويا بنقف في الصاله ونقعد نتمشى كده، وعينينا تيجي في عين بعض ونفس الافكار. طب ايه، نتيمم، ننزل نملى جردل من المسجد، طب نعمل ايه؟ نبتدي نتحرك بقى حركات لعوبه كتير ومش عارفه ايه، ونبص العين بقى، مش لاقيين حاجه نعملها. فابويا بيبقى عايز يقول لي ايه، طيب الخواجه مش هيدينا 5 دقايق نثبت نفسنا في الحمام طيب ولا ايه؟ بعد كده ابويا بيبتدي يتضايق، يبص حواليه كده يلاقي معقوله بعد ما كبرتهم وربيتهم مش لاقي دقيقتين في الحمام، فهو بيعترض. ايه وجه الاعتراض؟ بيروح عامل الفوطه كده ومشي سايس، محدش حاسبه خلاص. بيروح ميدان الاعتراض بتاعه، بيروح يقعد قدام التلفزيون يمسك الريموت ويقلب. انا بحس ان ابويا بيدور على اللي مضايقه في التلفزيون. فجاه بيقف حاجه، فانا ببص سليم شغل نايل سبورت اولمبياد بكين 2006، في لعيب من كازاخستان بيرفع اثقال، في الرفعه الثانيه مش قادر يرفع، بدانا نشجعنا ابويا، بس في سؤال في ذهني، ايه كازاخستان دي؟ وشويه لا امي جايه له، وهي مش جايه تصالحه، هي جايه اللي هو يعني بالنسبه لها ده اللي هيوصلنا، هي شايفاها بنزين. ايه بقى انت مش هتقوم تلبس ولا ايه؟ تقول لها بصي بقى شوفي اللي انتوا بتعملوه ده كله، انا 5 دقايق وهجهز. هل ده تحدي على اليوتيوب؟ وشاهد عيله بتلبس في 4 ساعات والاب بيلبس في 5 دقايق، وجنون خالد الشوكي انا عصام بنيل بقى عشان تجيب فيوز. وبعدين في خناقات بقى بتبقى كتير قوي. امي بتبقى ست كبيره شافت في الدنيا كتير، بتخانق مع لارا 8 سنين، خناقه غريبه جدا، تحس ان هم سلايف، لو غسيلك نقط عليا، انا بحس كده، بيفضلوا يجروا ورا بعض في الشقه. ايه بقى الخناقه؟ امي بصوت الاقناع بتاع الامهات اللي هو يا بت تعالي كلي، وماسكه طبق مكرونه، لا تقول لها ما انا مش جعانه،
تقول لها يبقى مفيش اكل بره. امي عايزه توفر، تقول لها ما يمكن اجوع بره. تقول لها يبقى تاكل المكرونه هنا. ولا بنت تعالي كده. ابويا عايز يلم الخناقه، بيروح ياكل المكرونه. هو يبان لك انه بيلم المكرونه، بس هو في واقع الامر بيلم الخناقه وعايز ينجز. في خناقه تانية بين مي ونجوى. نجوى انسه كبيره، ومي يا عيني انا عايز احكي لكم عن مي شويه. مي وسطانيه بينهم هما الاثنين، فيا عيني ما تبقاش فاهمه طب انا اتعامل كانسه مع نجوى ولا انا طفله مع، يعني اروح احكي لنجوى عن واحد في الدار، ولا اروح الم المكعبات مع لارا، ولا نعمل ايه؟ فبيبقى في خناقه كده، اللي هو نجوى واقفه قدام المرايه، هتحط مكياج وهتلبس فستان، رايحه فرح عادي كده، فمي بتقلدها بقى، واقفه جنبها اللي هو حطت هنا تمام، رفعت دي. فنجوى ممكن تهتف واحد تيجي تحط هنا، تحط لا مش هحط، لا مش هحط. مشكلة ان بعد ما بنخلص بتاع الريزولت باينه جدا. نجوى لابسه فستان، حاطه مكياج، رايحه فرح. مي بالياتش ورايح فقره في السيرك، باينه واضحه. بعد ما نخلص بقى الخناقات دي كلها، خلاص يلا ننزل يا جماعه، يلا خلاص كربسه على السلم، يلا بينا. ركبنا الاسانسير، نزلنا، ركبنا العربيه، ابويا بيدور، ما يطلع انا نسيت النقطه. فكلنا جالنا النقطه. ابويا بص لي في المرايه، اي كونتاكت، قال لي ما انا قلت لك اطلقها. شكرا يا جماعه، انا مبسوط ان انا كنت معاكم.